في اشياء خارج المسرح حتخدمك في الستاند اب اللي احنا كنا نسويه في اليوتيوب مثلا. صح. um, بيلدينج براند وكذا. building a brand, a personal brand. في الأخير أنت product. صح. again ما أحب الكلمة دي يا أخي، بيقول 5 مرة عيدها ثاني مرة بس يعني. أنت شو تسوي؟ أوكي personal brand. بليز. أيوه ممكن personal brand. let's stick to حلو. this. علامة شخصية. نعم. عجبتني. أي فهذه لما تكون أنت personal brand معين لازم تركز على الباكجينج. لازم اوكي لازم تركز على الابييرنسز. المظهر مهم. يا سلام. ايوه كيف تتصرف كبدر صالح. نعم. كإنسان لانك يعني برضو انت في الاخير شخصيه عامه وحركاتك محسوبه يعني وغلطتك كذا تصير ضرب 1000 اكيد. سألني انا. ايوه تسألني أنا. هاري حر ولا مرة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الجديدة من بودكاست شنو الكوميديا بين قوسين إيش الكوميديا. احنا لسه محتارين في الاسم بس يعني الحلقة هذه يعني جدا خاصة وعزيزة على قلبنا لأنه معنا الرهيب والعزيز على قلبنا الصراحة فهد البتيري، الأسطورة المخضرم من أوائل الكوميديانز اللي بدأوا الثقافة اللي إلى الآن مستمرة اللي هي الستاند اب كوميدي في السعودية وفي الخليج. من الناس اللي أنا تعلمت منه الكثير بدون ما نجلس كذا نقعد نمدح على بعض. ما أتوقع أنه أبغى البودكاست هذا يصير عبارة عن نقعد نمدح بعض يعني نبغى مو فكرة بطالة الصراحة يعني ايوه بس احنا في مرحلة صرنا نبي نسمع مدح. ايوه انا مرة صرت انا كبرت في العمر صرت مرة ايموشنال. كلنا والله لما احد يمدحني يقول ايش في كذا صار تأثر فيه. صح. You got soft مرة زيادة على اللزوم. فرصة جدا جميلة كان هنا موجود في دبي عشان اشياء ثانية الفاشن ويك. والصراحة فهد معمر خذلنا الصراحة من ناحية قوم مولعة. عمر خذلنا الصراحة في الفاشن. كان دائما هو أكتر واحد صراحة يعني يظهر من ناحية لبس لبيس احنا نسميه عندنا في جدة. فأهلا وسهلا فيك فهد، نورتنا. مو انت بتقول شيء؟ انا مبسوط جدا يعني في علاقه بيني وبين فهد في الرياض اللي هو بنفضفض. ايوه في علاقة. ايوه يصير اسمه فهد احمد دي. لا هو شخصيا ماي بيرسونال ثيرابيست صراحه جت فتره من الفترات. اي والله هذا المفروض غير. لا عادي هو ثيرابيست يعني عنده اكثر من زبون. اوكي انا اكمل المقابله. This is getting awkward. too much. ايوه احنا مجهزين اسئله ممكن نرجع لاسئله. ايوه انا اسال صح. ايوه اي مواضيعكم حلوها بينكم وبين بعض. انا ما بس فعلا لانه مؤمن يعني انضم مؤخرا الى مجموعه MBC ما شاء الله في الرياض. ويعني انا لفتره من الفترات كنا نشتغل مع بعض في ضمن نفس المجموعه. بعدين انا طلعت الحين فريلانس. اوكي. فهي هذا كانت الرابط اللي بيني. ايه الشيء المشترك يعني ما اقلق. لا تمام. طيب السؤال الاول هو عن نبدا من البدايه. اول ستاند اب كوميديان سعودي. هذا الشيء اللي انا اسمعه من الناس ما بسمعه منك. بديت 2008 صح؟ 2008 اكتوبر 2008. انا اول مره طلعت على المسرح طلعت معك على فكره. كان في سبيشل حقك. انا كنت اوبنر. اللي كان فيه نظارة في المسرح. اللي كان فيه نظارة بنوا نظارة في المسرح. كان فيه نظارة في المسرح. كان البراند حقك نظارة صح. فترة هذا كان أول مرة صراحة وكان يشرفني إني أبدأ مسيرتي صراحة معك في نفس المسرح. وإحنا قلنا ما إحنا نمدح. إيه. فالسؤال هو يعني أباك تحكي الحكاية كلها بس السؤال تجاوبني عليه بعد ما تحكي الحكاية. ليش ما بتقول للناس كذا؟ ليه ما بتقول للناس اللي انت اول ستاند اب؟ ليش انت ما انت شايل هذا الوسام او ما يعني بتستخدم هذا الشعار
يعني انت اللي بيسكلي نفسه. فتحت الباب، ما كان في احد يعرف انه في هذا الباب موجود، بعدين قلت جماعه ترى تعالوا تفضل. ليش بسمع من الناس؟ ليه ما بسمع إيه. منك؟ ليش ليش ما ما اشوف بتستخدم؟ انجاز. الا انجاز. ستاند اب كوميديان شيء ريسكي. يعني لا اوكي، شوف، في فرق بين اول وبين افضل، فرق كبير بين المصطلحين. مم. اول سعودي هذه سمعناها في كل مجال، اول مم. سعودي، مم. اول سعوديه، مم. اول مدري ايش سعودي دخل في مجال صناعه الصواريخ، اول مم. فهمت. اوكي. انا صار الموضوع مقزز بالنسبه لي، انه لا، مم. اول اول ما هو انجاز، ايوه. كونك الافضل هو الانجاز الحقيقي. اوكي. اوكي. فهمت علي؟ هذا التحفظ اللي عندي على مصطلح اول سعودي يقوم بتقديم عروض ستاند اب كوميدي بشكل محترف، بشكل على المسرح، بشكل احترافي، سم اللي تبغاه. مم. بس انت بديت في امريكا. انا بديت في امريكا مم. اثناء فتره الابتعاث، كنت ضمن برنامج ارامكو او يسمونه السي بي سي مم. اصطلاحا، لكن هو فعلا اسمه سي دي بي ان اي، كولج ديجري بروجرام فور نون امبلويز، ضمن اللي هو برنامج الابتعاث حق ارامكو. ارامكو. اوكي. وكانت تخصصي جيوفيزياء. جيوفيزياء. جيوفيزياء نعم، بكالوريوس متعلم. علوم ما جيولوجيه، شاء الله. تخصص جيوفيزياء، واشتغلت في ارامكو مده 4 سنين ونص تقريبا، يعني تقريبا 5 سنين مم. قبل لا اتفرغ تماما للكيميديا. لا يا إيه. قلت لي انت قبل شويه، قلت لي انه كانوا معك في نفس الدفعه، ما شاء الله عباقره، انت واحد منهم. يعني انا ام نوت اكسكلودينج يو، اسماء ابرز مني يعني. يعني إيه بس صراحة. انا يعني ماني جالس استثنيك من الاسامي اللي ما شاء الله طلعت معك. قلت لي عبد الرحمن طربزوني اللي هو ضمن احد الاكزيكتيفز في صندوق الاستثمار الجريء التابع للاتصالات السعوديه. مشاري الابراهيم طلع قبل فتره في المقابلات الصحفيه حقت صفقات بي اي اف مع الانديه. أيوة. مشاري مم. الابراهيم تحيه له، وحسين حمضاضه اللي هو الان موجود في اثراء. يعني مجموعه كبيره من الاسماء. وانت وانا وات وينت رونج. إيه. عايز يا- امزح يا- امزح يا. والله امزح. لا، ويعني لاحظ انه حتى الفاميلي هيستوري، يعني مم. عندنا في البتيري بشكل عام إيه. برضو ما يساعد. يعني عندك مثلا الان بنت عمي روان تم تعيينها مؤخرا الرئيسة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وعبد الوهاب البتيري يعني معروف سيريال انفستر وإداري في مجموعة اللجين وكذا مجموعة تجارية أخرى. الوالد عماد البتيري إلى فترة بسيطة الحين تقاعد هو، لكن إلى قبل، يعني إلى فترة ما قبل التقاعد كان نائب رئيس مصرف الأنماء. ما شاء الله. أيوة. ففي فاميلي هيستوري. ايوه. أيوة، ما يساعد أبدا، أيوة. ما يساعد أبدا على دعم القرار اللي أنا سويته. يعني اوكي. لا يعني هو للأمانة آه. البزنس سايد حق العائلة الكريمة هو ساعدني كثير في إدارة موهبتي. إدارة موهبتي، قرارات فنية كثيرة كان لها خلفية بزنس. يعني في الأخير أنت كشخص لازم تعامل نفسك معاملة البرودكت. بس اللحظة اللي أنت قُلت، يعني أنت يعني رُحت أمريكا ودرست وبعدين رجعت أرامكو، فين اللحظة اللي قُلت أنا أبغى أصير stand up خلاص؟ هو مو ستاند اب حتى، أبغى أصير كرييتيف، اوكي. وتحديدا في مجال الكوميدي. لما أوكي. بديت أستوعب إنه والله يا عيال ترى الديلز اللي قاعدين نجيبها كسبونسرز على الأشياء اللي نقدمها على اليوتيوب وغيرها صار تجيب فلوس أكثر من راتبي. هنا بديت أقول شكلها النقلة للرياض قربت. ايه. والعيال ما شاء الله يعني بدأوا بالعمل المؤسسي وأسسوا اللي هو تلفاز 11 بشكل رسمي وبرخصة تجارية وكل شيء. فهنا خلاص يعني ما في أي عذر لي شخصيا سوى أني ألاحق التاريخ المميز اللي هو 12/12/2012 بس، اللي هو تاريخ استقالتي. أوكي.
بس كنت استناه عشان اقول انا استقلت 12 2012. لا لا كرييتيف والله. احسن من حتى في 13 الاستقالة. 13 2013. الماسون. ايه يعني بدل ما ايوه نرجع شويه، ابغاك تحكينا عن اول مره طلعت على المسرح في امريكا، ايش كانت تجربتك؟ وهل في شيء نمدينا نشوفه؟ لا اشوى كويس. لا سيئه لا اي والله سيئه. هل استخدمت اني انا سعودي وعندي فلوس لا انا استخدمت بعدين وضبطت. اول ما بديت كنت جينيريك جوكس، فهمت اللي انكت عن الشجر وما الشجر، تعرف البلونديز انهم أيوة. الستيريوتايب انهم اغبياء وكذا، فهمت؟ ما مشى من شخص بني ما فاهم. تقبلوها للامانه. فبعدها يعني انا جربتها مره وقررت اني ما اعيد التجربه مره ثانيه ابدا. يعني this is not for me كذا خلاص. هذا موهوب لي. في ناس موهوبه في المجال هذا، انا مو منهم. ولكن عزز الموضوع هذا فيني تحديدا. كان روميت كويتي، زميل سكن اسمه علي الصيبعي، تحيه له. قال لي يا اخي ترى انت فعلا دمك خفيف. هو طبعا ما يعرف عن تجربتي. قال لي ما تجرب ستاند اب كوميدي. لما هو قال لي اياه قلت خليني اجرب. وهذه المره خليني احاول. انا طبعا بطبيعتي ريسيرشر في كل شيء. فبديت اتابع مقاطع ستاند اب كوميدي، اشوف ستاند اب كوميدي. يعني كان عندي في فتره من الفترات يمكن كولكشن يمكن فوق ال 90 مقطع ستاند اب كوميدي سبيشلز. كوميدي سنترال كانت ذيك الفتره يعني. كان عندي لايم واير، تعرف الايام الفايل شيرنج مال ايوه وكنت احمل جابرييل إغليسياس ما ادري كل الكوميديز اللي يطرون على بالك، حتى لويس كيف في بداياته كلهم نزلتهم كلهم وكنت اتابعهم. واستوعبت ان في شيء مشترك بينهم كلهم، اللي هو انهم يبنون الماتيريال على تجاربهم الشخصيه. وانا يعني بعد 9/11 طالب سعودي في تكساس تحديدا، ويعني في عندك مجال كبير يعني تستقي من تجربتك الشخصيه. عرفت؟ فبديت يعني خصوصا في تجربه اللي كانوا يسمونها سبيشال ريجستريشن، اللي هي اجراءات خاصه بالطلاب من بعض الجنسيات لما كانوا يجون بعد 9/11، لما كانوا يجون مطارات يفتشونك مضبوط، خلينا نقول، قبل لا يخلونك تروح تاخذ شنطتك. اعرف ايش قصدك بمضبوط. ايوه انت فتشت مضبوط؟ ايوه. لا ما عمرك فتشت مضبوط. لا هي الامانه الحمد لله يعني. ربي حماني ما وصلت مرحله التفتيش المضبوط، بس مرحله انتظار في المنطقه اللي فيها فتشت مضبوط. اوكي بس على سرطان بروستاتا. لا هذا مع عمرنا طال عمرك طبيعي. اي لازم حجينا يوم كلنا نتفتش. اي كلنا حنتفتش ضروري هذا. ايوه ضروري. ايوه ضروري. لا في اشياء بروستاتا كوليسترول. اي لا احنا ما احنا صغار يا بدر. ايوه لازم نتفتش فعلا. ايوه احنا يعني حتى اسمع ترقيع كثير. 40 هو 30 الجديد. لا العمر مجرد رقم. لا والله لا اسمي بيختلف معك. ايوه العمر مجرد ارقام كثيره. تجي في البلاد كاونت تروح تسوي تحليل وتعرف الارقام اللي يتكلمون عنها. ما قطع لك كلامك، كمل. ايوه فتش كويس. ففي ذيك الفتره استخدمت تجربتي انا الشخصيه كطالب سعودي في امريكا. كانت في 2003 تقريبا 2004. فكان لسه في موضوع 9/11 فرش يعني. ومشى معي الموضوع، وبديت في اوبن مايك نايتس كاب سيتي كوميدي كلاب وكوميدي كلابز. يعني كانت ترحب يعني. اتوقع كان عندهم يوم الاحد هو اللي للاوبن مايكس. ومره على مره يعني اخذت رجلي خلينا نقول على المسرح. وانا اصلا عندي تجربه مسرحيه من الاول في المدرسه. تمثيل مسرحي يعني. فكانت ترانزيشن طبيعي للستاند اب كوميدي. ولما رجعت امريكا توقعت انه خلاص يعني هذه تجربه كانت
يعني في فتره من الفترات في حياتي وخلاص ما يعني إمم. ما حستفيد منها يعني اوكي مستقبلا، ولكن يعني اقدر احكيها لعيالي بعدين كون يوم من الايام اطلع المسرح في امريكا. بس ايوه بعدين ممكن رجعت وبعدين قالوا لي في مسرح في البحرين، قلت وات. اوكي ايوه اللي صار يا طول العمر السلامه انه اكتشفت بمحض الصدفه اعلان عن الاكسس اوف هذا واحد من المقاطع ال90 اللي كنت اقول لك او الاكثر من 90 مقطع اللي كنت اتابعهم، واحد منهم كان الاكس اوف ايفل كوميدي تور. امم إمم. ماز جبراني، احمد أحمد. وون هو شون كان يوم ذين معاهم، دين عبيد الله ودين عبيد الله والله في كذا واحد أيوه. يعني ارب امريكانز. ايوه اربع امريكانز اسلامك إمم. ارون كيدر ارون كيتر ارون خضر يعني إمم. ارون كيدر كان معاهم برضو. كانوا بيجون تحديدا احمد وماز كانوا بيجون البحرين. هذا ارون كيتر اللي قطع الكلامك، اللي عنده نكته اللي انا شيء وزوجتي سنيه هنجيب ولد سوشي. ايوه ايوه يس سني وشيعي جبنا ولد سوشي. سوشي هذا هو ارون كيتر صح؟ يس ارون كيدر اوكي يا نكته ما كانت تضحك زمان، بس دحين لما اتذكر الحين اقول didn't age well did not إيه. aged like milk. لك فالمهم ما علينا. ايه اوكي فهم كانوا بيجون البحرين بيقدمون عرض، وذيك الايام كانوا معلنين التور او معلنين العرض هذا في فيسبوك. دخلت على طول الاورجنايزر كان الاورجنايزر انا ما اعتقد صلاح جناحي بحريني. لا زلت انا والله يعني على تواصل معه فريندز الان على فيسبوك لا زلنا وكذا. فتواصلت معه وقلت له اذا في امكانيه، انا اعرف بطبيعه الحال في امريكا انه في اوبننج اكتس للمين اكت في الكوميدي، فكنت بشوف اذا في اوديشنز لاوبننج اكتس وغيره. هم طلعوا فعلا يعني قاعدين يسوون تجارب اداء للكوميديانز، وهي البحرين يعني. فدقت سلف من الخبر، انا في الخبر كنت، دقت سلف رحت لهم البحرين. كان الوضع اوكورد مره، فود كورت كذا في مول فوق يعني تقدم نكت قدام الشباب. لا اي كان غريب، بس انه الناس جالسين ولا ماشيين؟ لا احنا كنا في جانب فاضي. اوكي احنا أوكي. يعني احنا كنت انا اسوي الماتيريال حقي او اقدم الماتيريال حقي للاذر كوميديانز اللي اوديشنينج. اوكي ايوه فكان ما كان يعني اوكي بالسوء اللي انت متصور بس كان لسه وضع غريب يعني. بس هو ما كان في فينيو محدد للتجارب الاداء هذه. ومنها كان في كوميديان ثاني من الظهران اللي هو رحمن اختر، تحيه له. رحمن طبعا في مستقبل هذه الصناعه اصبح له اسم مهم جدا، تحديدا في عروض رحمن اند فريندز اللي كان يسويها في ارامكو. فكان يعني هو عنصر مهم جدا في تطور الستاند اب في السعوديه. فقدمت تجارب ده، قالوا اوكي شور. وكنت انا واحد من كذا اوبننج اكت، كان في 2 بحرينيين على ما اعتقد، رحمن وانا I think one of 5. كنت انا واحد من اصل 5 مقدمين اوبننج اكتس. وتعرفت على احمد وقدمنا عروض على مدى يومين، ومنها جاني واحد من الجمهور قال لي على فكره انا بعد ستاند اب كوميديان سعودي اللي هو خالد خليفه. اوكي فكان بالتزامن مع هذا العرض، تحيه خالد خليفه، بالتزامن مع العرض اللي كان في اكتوبر 2008 تحديدا، كان في عروض تقدم باللغه الانجليزيه في كومباوندز في الرياض. واللي كان ينظمها اللي هو الان مؤسس ومدير شركه سمايل برودكشنز بيتر هاورث ليز. سمعت انه رجع. ايوه اوكي. الان يقدم عروض على ما اعتقد يعني عنده دور في تنظيم بعض العروض للرياض فيستيفال او الرياض كوميدي فيستيفال. طبعا اسماء الدنيا كلها تجي ايوه الرياض قريبا. فهو على ما اعتقد حتى تواصل معي على ما اعتقد لفرصه اني اكون اوبننج اكت لواحد
من الكوميديانز يلا قدم اسمي. هو طبعا يقدمون للمنظمين أوكي. والمنظمين يشوفونه، يعني سالفه طويله عليه. اوكي يمكن انا ما اكون فاضي اصلا. بس كذا صح، مو معي انا أيوه. مو معي انا فهد، انا عارفك زين. إيه، لا، صح أوكي. لا صح صح هو هذا كان السؤال الثاني، ايوه انه مسيره طويله حافله كستاند اب كوميديان. فين حافله ايه فين فهد الكوميديان الان. ايه اوكي موجود. اعتقد يعني كونسومد بشكل كامل بالابوه صراحه. خلي لك يا مم. رب. عندي الحين بنت سعنونا كذا ما شاء الله أيوه. تربى في عزك يا رب. وتعرف انت علاقه البنت مع ابوها مختلفه ايوه تماماً. اكيد ذكر واحد من اصحابي قال لي ما الرجال ما حيعرف معنى الحب الا لما يخلف بنت. ايوه الحب الانكونديشنال بدون اي شروط. الحب غير مشروط فعلا. أوكي. حتى حب امك لك مشروط. حب هذا الكائن الصغير فعلا اول مره حتحس بحب غير مشروط بتاتا. اوكي. إيه. ايوه ما شاء الله. يعني تعرف الحين مع حوسه المدارس ومع المدارس برضو ماخذ وقتي كله. بس الكوميديا موجود، وقدمت عروض مؤخرا مع شباب الكوميدي بود. مخرج 8 الحين صار مخرج 8. ايوه غيروا اسمهم. ايوه ليش؟ لانهم تم استحواذهم من قبل 8. يعني مو انا في الانسايتس حق الاندستري مو تحب ايوه فصار الحين مخرج 8 اللي هم ذراع الستاند اب كوميدي اللي 8 و8 داخلين ترى. ايوه تقول نقل رياضي. ايوه ما شاء الله. وبرضه داخلين في انتاج فني ما على شاء فكره. الله ما شاء الله. أيوة. في يعني هم الصراحه 8 يعني برضو ما من شاء الله. الظواهر يعني. ايوه من الظاهر. ايوه ودخولهم في الانتاج الفني مؤخرا او رغبتهم في الدخول في الانتاج الفني يعني شيء ايجابي بالنسبه لنا كلنا. اي اكيد كل ما زادوا عدد اللاعبين في السوق احسن واحسن. صح اتفق. الكرييتيفز يعني بشكل عام. اتفق والله يعني عيني عليهم بارده. برافو والله ما شاء الله عليهم. فانت كل عملت التوفيق لهم وتحيه لهم يعني. تحيه لهم اكيد وغسلهم. اي مو انا الاديتور مو انا الاديتور ترى. قول له طيب اوكي المهم ايوه نرجع موضوع. فسويت مع الكوميدي بود، وانا واعد برضو الشباب في ون مايك في يعني هذا التنوع. عاجبني الحراك الرياضي. ايوه في الرياض في حراك ستاند اب كوميدي جميل جدا. Is it healthy؟ جدا والله. اوكي انا اشوف انه كنا نحتاجه في فترتنا. ما كان موجود يعني. هو ايوه ايش اسوي بعد جاء متاخر. بالنسبه لنا احنا متاخر يعني. بالنسبه لهم لا بالعكس وقته ممتاز جدا. ايوه فهم عندهم الكوميدي بود والفنيو حقهم مرتب والحضور كل ويكند تقريبا، وعندهم حتى ايام يجربون فيها العاب ارتجاليه ويعني كذا مره رهيبين مخذين راحتهم بشكل مقزز رهيبين. ايش التنافس الهيلثي ذا والله العظيم. ايش رايك في عيال مخرج 8؟ حسألك عن الاكل. رهيبين والله. واللي يعجبني فيهم انهم يعني زنوا على راسي الين رحت قدمت يعني صبورين ويعني في عندهم ريفرنس او احترام للاسماء القديمه حقت الستاند اب. يعني مثلج للصدر الصراحه. والله ايوه حبيت. تحديد يعني انا شفته مع ابراهيم الخير الله وشفته معي انا صراحه. اوكي ما شاء الله. في كميه احترام للي انتم سويتوه يا شباب في وقتكم، هو اللي كان ياسس للفتره اللي احنا فيها الان. فهذا الشيء حلو يعني الواحد اللي يشوفه يبين في عيونهم يعني. تكلمنا عنه في حلقه موضوع المعلم ايوه جات فتره كنا بنتكلم. المؤمن كان بيتكلم انا كنت شويه متشائم في يعني ما يخص الستاند اب كوميدي. الستاند اب وقلت له انا متفائل، وقلت له يعني الستاند اب كوميدي توك بيج هيت من ناحيتين، تو هيتس الصراحه. ضربتين. الضربه الاولى اللي هي الفقاعه، انها كانت فقاعه، وهذا شيء طبيعي، اي فقاعه راح تنفجر يوم من الايام. وكان يعني خلاص تبدا تكون في دامج كنترول او تحاول يعني اصلاح ما تلف. الضربه الثانيه هي الكورونا،
بعد الفقاعه أوه. جت الكورونا فوقفت الناس، قعدت الناس في بيوتها، مم. فصاروا الناس القدامى اللي المفروض يكونوا، لأن انا قلت انه في سيركل اللي هو تكون مبتدئ موهبه، بعدين تصير محترف، بعدين تصير معلم، مم. والمعلم ده يطلع موهبه، يصير محترف، يصير معلم، وهذا كذا يصير الصناعه تمشي للامام، صح؟ تصير مم. عجله كذا تمشي للامام. العجله هذه وقفت مرتين، وقفت لما انضربت او انفجرت الفقاعه، الضربه الاولى، الضربه الثانيه لما جات الكورونا، صح. فصار كل الناس قاعدين يبدأوا من جديد، فصار في مم. منافسة بين المعلم والموهبة أيوة أو صح. المبتدئ، ولا المعلم جالس يعلم المبتدئ ولا المبتدئ جالس يسمع من المعلم لأنهم بينافسوا بعض. فحسيت إنه أيوة، لأنه مؤمن قال لي أنا قاعد أتفرج على ناس زمان كانوا رهيبين أحسهم في نفس المكان، قلت له مم. طبيعي إنه في نفس المكان، لأنه الستاند اب كوميدي وقف لفترة مرة طويلة لأسباب يعني طب معينة. سؤال، انا عندي سؤال، يعني هم ايش حيتعلمون مننا؟ لان الفتره الحاليه ثقافيا اجتماعيا فنيا مختلفه تماما عن الفتره اللي احنا بدينا فيها. بس مم. أجين خبرة، يعني اسمع. الخبره من ناحيه ايش؟ الممارسه العمليه. يس. حلو، ممتاز، نرجع للنقطه هذه، مم. الممارسه العمليه. طيب هم كيف حيكتسبون الخبره هذه منك انت كمعلم، غير انه هم يمارسونها بشكل عملي؟ أو لا أكيد. يعني انا اقول لك منظوري الشخصي. يس. منظوري الشخصي، التجربه العمليه لكل ستاند اب كوميديان هي تجربه شخصيه بحته. صحيح. حلو. مم. أجين. فالكوميديان عشان يكتسب خبره في مجال الستاند اب كوميدي لازم هو يروح ويجرب كثير، 100%. صح؟ مم. ف العناصر اللي يستقي منها الماتيريال او النكت اللي يقدمها على المسرح هي مأخوذة من روح العصر، الكلتشرال زايد جايست، مهم. صح؟ يعني الاشياء الريليفنت الان، الاشياء صحيح. المواضيع اللي الدارجه، مهم. القضايا الاجتماعيه، ترندات معينه، مهم. هذه كلها اختلفت 100%. عن فترتنا، صح ولا صحيح. لا؟ وحنا في وقت مختلف تماما. مهم. فهذا يرجعني لموضوع تجربتنا احنا العمليه، قد ايش هي مفيده الان بحكم اختلاف كل هذه العناصر. صحيح 100%. أتفق مع كل شيء أنت قلته. again إضافة إلى ذلك، ما حيكون رهيب إذا أنت كنت شوية تبي تجرب شيء جديد وتروح تسأل واحد جرب تقريبا كل شيء. ايوه. ومو سمعت عشان الايوه ذي؟ ايوه، مو عشان جربنا اشياء كثير، مو عشان نجح في كل شيء، عشان أيوه. فشل في أشياء أكثر. أوه. تمام. وعارف ايش الاشياء اللي ما تنفع. مو مم. رهيب اني اروح اسال ده الشخص اقول له اسمع ده الشيء، يقول لي اسمع انا جربت وما زبط هذه الاسباب، صح. ممكن انت تجرب، او اوكي هذه this is very risky ما زبط. يعني ايوه كلامك صح، عمليا هم ما يحتاجونه. مم. تمام. خاصه انه زي ما انت قلت تحس ان الستاند اب قاعد يبدا من اول وجديد، ولكن انا مره استفدت. انا الفرق بيني وبينكم في الستاند اب كوميدي وقتها، انا بتكلم على انا انت ابراهيم خير الله، عمر حسين، وبقيه الشباب ما شاء الله، محمد قرعاوي، ومحمد القرعاوي كله والسعيدان. كان بيني وبينكم 3-4 سنين بالكثير، يعني ما كان كثير. يعني مم. انت بديت 2008 انا بديت 2011، يعني خلينا نقول هذه 3 سنين 3 تقريباً. سنين. كميه الانسايتس والمعلومات اللي كنت باخذها منكم بس عشان نجلس نتكلم في الجرين روم ساعدتني مره كثير. هذا الفرق ما كان كبير بيننا. مم. فما بالك في واحد الفرق بينه وبينه 15 سنه. ايوه، هذا حيرجعني للنقطه اللي كنت بكمل عليها، اللي هي ايش هم ممكن يتعلمون مننا. مم. ما لها دخل، كل الاشياء اللي ممكن يتعلمونها مننا احنا تحديدا في الستاند اب ما لها دخل بالستاند اب نفسه، لها كيف؟ دخل بكيف انت تعيش كستاند اب. تواضع. مم. اوكي مهما وصلت مم. لا أتفق تحسب نفسك اخر حبه. اتفق. اي مم. اول ما تحس نفسك اخر حبه ما تصير تضحك. اي إيه. فهمت؟ إيه. هذا واحد. اثنين، الاستمراريه. اوكي. مهما حسيت ان انت قاعد تصارع حاليا انك تلاقي جمهور يتقبل الماتيريال اللي انت تقدمه او يتقبل الحس الفكاهي اللي انت تقدمه، حتلاقي لك نيش. مم. حتلاقي لك نيش. فانت كن مخلص لذوقك الشخصي واستمر عليه. اوكي. أوكي. عرفت؟ اللي يميز الستاند اب انه
التنوع هذا اللي بيننا كلنا، كل واحد صحيح. كان عنده ستايل مختلف. 100%. والشيء الثالث اللي هو ما حتعرف إلين تجرب، فهو التواضع، الاستمرارية، وما حتعرف إلين تجرب. يعني انت قصدك يتعلم لو حيتعلموا مننا شيء حيتعلموا مننا مثلا عقليه مايند سيت. ايوه مايند سيت. ايش مو بس مايند سيت، ان الواحد لازم يكون عنده كرييتيف تول سيت بعد، او سكيل سيت. يعني انت لازم تكون عندك تجربه منوعه كستاند اب. انت حتكتب، حتقدم، وحتؤدي في اشياء خارج المسرح حتخدمك في الستاند اب برضه، اللي احنا كنا نسويه في اليوتيوب مثلا. صح. بيلدينج براند وكذا. بيلدينج ا براند، ا بيرسونال براند. في الاخير انت برودكت. صح. ايوه ما احب الكلمه دي يا اخي، بيقول 5 مره عيدها ثاني مره بس يعني. انت شو تسوي؟ اوكي بيرسونال براند بليز. ايوه بيرسونال براند حلو، أيوه. علامه شخصيه. نعم. عجبتني اي فهذه لما تكون انت بيرسونال براند معين، لازم تركز على الباكجينج. لازم اوكي لازم تركز على الابييرنسز. المظهر مهم. يا سلام. ايوه كيف تتصرف كبدر صالح. نعم صح؟ كإنسان. لأنك يعني برضو أنت في الأخير شخصية عامة، وحركاتك محسوبة، يعني وغلطتك كذا تصير ضرب 1000 أكيد. سألني أنا. أيوه تسألني أنا. ياري حر ولا يتهيألي مرة. ففي شغلات معينة الواحد لازم يعني هذه احنا ممكن نعلمها للجيل هذا بالذات اللي تو بادئ. على فكرة في أشياء انترستينج مرة في الستاند اب اللي قاعد يصير مؤخرا، إنه في كثير من ال creative houses أو creative agencies قاعدة تستقطب من الكوميدي كلوبز هذه. اوكي. كتاب ولا كتاب؟ ايوه اوكي نايس. كوبي رايترز تحديدا قاعد تستخدمهم من الفينيوز هذه. لا قطعا بكلامك، بس احنا في يوميات اخذنا من 8. والله ايوه اسامه بزيد. بروفيشنال كيف العيال؟ افكاره عادي. افكارهم افكاره رهيبه وواقعي وحريص انه يعطي افضل شيء. هل هو يقدر أسامة بازيد يمكن عنده شيء يفيده أكثر، أنه أخوه محمد بازيد. لا والله لسه كنت حسأل السؤال. أيوه. والله. أيوه. اوكي محمد بازيد. ايوه مع كامل احترام محمد، وأسامة يضحك أكثر صراحة. والله ازعل منك. والله ازعل منك. لا احنا عندنا ارتباط خاص بمحمد عشان underrated كوميديان في ايوه العالم العربي. شفت الاندر ريتد ذا اللي تقول عليه. اوكي إيه. احنا عندنا ارتباط عاطفي مع محمد. إيه. عشان احنا ابناء جيل واحد. ايوه صح. بس أسامة فعلا يضحك اكثر. والله ترى قاعده ترفع توقعات. لا اسامه صراحه انا ما عمره خذلني في أيوه. بس لما احضر له دائما رهيب. لا رهيب فعلا. نفس لا يختلف والله يختلف. اوكي. فهذا نرجع تحية للموضوع. محمد بازيد. تحية محمد بازيد. انا بصفك على فكره. تذكر اليوم تقابلنا هذولا بيقولوا اسامه ضحك اكثر منك. اسلم. ويعني نرجع لموضوع الكوميدي كلوبز هذه اللي في الرياض. حراك الصراحه جميل، و 100% يخدم المجال. و يعني كيف كانت تجربتك لما طلعت على المسرح في كوميدي باد؟ يعني رهيبه والله. رهيبه. حسيت نفسك مصدق؟ مصدق ايش اسمه؟ مصدق. في لا لانه رستي الماتيريال. لا بالعكس. بالعكس. كذا زي ركوب السيكل. اوكي. اي اول ما طلعت على المسرح وبدأت اول خلينا نقول 10 ثواني استعدت الشعور على طول. اوكي. خصوصا الماتيريال اصلا اللي قاعد ابني عليه هو ماتيريال فهد في العمر هذا. اوكي. ايوه اي لايك. اي ابغى اشوف.
إيش يعني متصور؟ في واحده من والله موجود عند الشباب الكوميدي بود أوكي. مصورين الموضوع كله. هم طبعا عندهم ميزه انهم يصورون العروض عشان حتى لو الكوميديان يبغى يستفيد منها بعدين ايوه يصورونها كلها. احب الحركه دي صراحه. إيه. الجوكس مثلا انه يعني الجمهور اللي كان يتابعني اول كمراهقين صاروا امهات واباء. بس حلو ان كبرنا انا صرت اب معاكم. ايوه اوكي عرفت؟ ايوه أوكي. فصار الحين أوكي. النكت حقت الاطفال اللي يفهمونها كله. ايوه اوكي ايوه اوكي. فهذا الماتيريال حسيت انه تغير معي. هذا الجميل برضو في فن الستاند اب، يو كان ادابت، تقدر تغير الماتيريال بشكل دوري على حسب نمط حياتك. صحيح. ما يحتاج تحس انك كلام الموضوع هذا غريب في في الماتيريال. ايوه. وقلنا انه لو تكون جيمك كذا زياده على اللزوم وبيرسونال ومسوي كاركتر زياده على اللزوم، يصير ما عندك دي المرونه اللي هو اوكي انا تزوجت انا تغيرت الان، ما يمديك فاهم. يفير كذا دون تكلمنا عن الاكورد كوميدي بالذات يعني. كان الاوكورد عبد الرحمن الشيخ لما قلنا مسوي شخصيه الفقير فقير، بعدين كلنا شفناه قديش ناجح، ما يمدي يبني ايوه شخصيه الفقير. طب اوكي بكره خلينا نقول دخلت في مشروع تجاري وصرت غني، ايش حتسوي؟ فاهم. هو حاول يسوي شخصيه اللي انا كنت فقير وصرت غني، سوى شخصيه اللي which is انا I thought it was good صراحه، اللي هي حديث النعمه. سوى ذي البيرسون حق حديث النعمه، سواها في الدوحه. وبيبل او الناس حسوا بالخيانه، اللي هو لا لحظه، احنا نص العرض حقك او نص الضحكه حقتنا كانت تعاطف معاك. اللي كان عنده نكته اللي هو أنا ما عندي سقف وشيء زي كذا، ما في احد ما عنده سقف. بس كان يضحك، احنا عارفين انك انت كذاب. شينكو شينكو يعني غبي اهبل كان صراحه. بس لما جاء سوى شخصيه حديث النعمه which انا I thought it was brilliant by the way، بس ما عجب الناس. وهذا الشيء اللي خلاني اقول لحظه الناس حسوا بالخيانه، اللي هو اوكي متى حترجع فقير. وحتى لما رجع فقير بس كان باين عليه انه باين عليه النعمه، فنعمه بان عليك. فالناس حسوا لا ماني مصدق ان انت اللي دحين ما عندك سقف يا حيوان، فاهم؟ يا يور هيدلايننج شو في مدري فين وما عندك سقف. عشان هذه المشكله. عشان كذا الرهيب في الستاند اب كوميدي لما انت تطلع او تبيع شخصيتك انت او البيرسونا حقتك الكاركتر حياتك، يمديك تسوي ده اللي هو التغيير. لو انا اتغيرت اوكي وي بليف بيبل تشينج صح. تخيل انا للحين مثلا كدش نظارات وبناطيل ملونه ما ينفع، ما حينفع، ما حيطلع شكلي بايخ مره صح. ايوه يا خلاص اكت يور ايج. بس ضابط مع عمار حق عامر حق شباب البوم الى الان. لا هو هذا كاركتر هذاك يختلف. ايوه هذاك يختلف، هذا كاركتر، هذاك اي بي معين صح. بيرسونا هذا شيء. بس هو كفيصل العيسى في المقابلات لا ما ايوه ما يصير كعامر. ايوه بالله ايوه ما قلت حد ما يقول في المقابلات. لا بالعكس يعني كذا. شفت له لقاء مع ساره كان يعني في شد شوي. رزين رزين كان وعارف ايش قاعد يقول. حيصدمك والله. والله مشهور رزين وناضج متحدث جيد والله. انا ماخذ عنه فكره. لا عامر. ما ادري ليش. لا مو ما ادري ليش يعني لا تلومني كمان. لا تخلط. هذا كاركتر. هو شخصيا فيصل لا متحدث جيد. وكان في حتى انا يعني قابلته شخصيا في لقاء مؤخرا كان يضم كثير من منسوبي الصناعه. وكان يتكلم كمنتج معالي كرسيه. ايوه اوكي. فعنده تجربه هو كمنتج، غير انه فيصل عيسى ممثل، عامر وغيره كممثل. انا اذكر اللي الرهيب في الموضوع انه داعس ترى داعس. تكلمنا عن الموضوع، ترى فتحنا الموضوع. يعني انا مؤخرا كنت اصور اوت دور تصوير خارجي لمسلسل حالات نادره. اوكي هذا اول عمل درامي لي. حنرجع لهذا. كنت اصور وانا في السياره. اوكي وقفت صور معي حتى مصورين كانوا موجودين، طاقم التصوير كامل في السياره. وقفت سلام كذا اصطفت فيصل العيسى بسيارته قاعد يصور مشاهد الشباب بوم في نفس الشارع. والله حط كاميرا. ايش الصدفه الرهيبه هذه. هو طبعا في الاخير شاف من ذا اللي لابس سكرب وقاعد
هلا فهد يا رجل. اللي هو حتى برضه استغرب انه قلت ايه ترى احنا نصور نفس الشارع. حلو. ف رهيب لا الموضوع. وريج بروفيشنال كاميرا، م- م. انا ما اعتقد الكسا كانت ايوه على الهايلكس. طيب. يا. ايوه احنا كانت تكلمنا عن تجربه او عن شباب البومبوك حاله وكيف تغير خلال السنين وكيف الاستمراريه زي ما قلنا انه كان سبب رئيسي في انه هو يكمل. وظاهرة ورفع. الريدمشن من أضحوكة الإنترنت إلى ثقافة، يعني لجيل كبير جدا، وصار إنه قلنا الموضوع اللي هو من كلنا بنضحك عليه، لا صار أنت خاف تضحك عليه عشان لا تنسب، لأنه في أجيال يمكن 3 بدون مبالغة، في أيوه. 3 أجيال تربوا على شباب البوم. صح. أنت كده كأنك بتسب أبوه. ورفع البرودكشن فاليو حتى في الافلام مثلا حقت السينما، ترى البرودكشن فاليو عالي. يعني ما عاد هو أوكي. شباب بوم اللي احنا نعرفه والله. حتى الاخراج ترى تغير. فحتى في المواسم الاخيره في شباب بوم في اختلاف في الاخراج واختلاف في التوجه الفني بشكل عام. أوكي. يعني في ارتقاء حتى بجوده الانتاج. قبل كنا احنا كمان بنتكلم عن السكتش كوميدي اللي هو السكتشات هذه، فاحنا قاعدين نقول انها انا شخصيا قاعد اعتقد انها تنفع في السوشيال ميديا، لانه السكتشات بالعاده تكون رخيصه كذا او يعني ما هي مكلفه، فتسويها فكره بسيطه. لكن لما تيجي على التلفزيون دائما او يعني في اغلب الاحيان التجربه ما كانت مناسبه للجمهور ما او كانت افضل شيء. اي ما كانت افضل شيء. كان يمكن اكثر شيء اغلب الناس شافوه اللي هو كين بيل، كان هذا اكثر شيء ناجح. صح. وهذا كان في التلفزيون بس هو نجح في اليوتيوب. نجح في اليوتيوب فعلا. صح. ايوه. ايوه. في تجربه مشابهه اللي هي خلاط بلس. ايوه. بس خلاط يعني خلاط ولا خلاط بلس؟ بلس. ايوه. خلاط بلس مختلف شويتين. ايوه. يعني انت بحكم انك خضت التجربه هذه مع الشباب، هل من وجهه نظرك كانت تجربه ناجحه؟ عدت التوقعات؟ ناجحه نعم من ناحيه المشاهدات، لكن انا اشوف لازلت انه تجربه الخلاط على اليوتيوب انجح. ايوه. اوف. أيوه. لازم لا تسكت، لا بليز استرسل. انا انا اقيس هل اقيس الروح، لانه احنا ايام اليوتيوب كنا مره متحمسين وكذا وبنسوي كل شيء بحب. هل لما احنا بنروح للبلاتفورمز وكذا هذا الموضوع يختلف؟ بنحس انه شغل اكثر؟ ايش اللي انا اعتقد ان يمكن الخلاط بلس التوجه اللي كان فيه من ناحيه التطوير من ناحيه الكتابه كان انه يكون عمل مستقل. اوكي، يكون احنا قاعدين نكتب فيلم. في الخلاط قاعدين نكتب عن مواضيع دارجه الان او ثيمات. يعني اعطيك مثال بسيط، في مقاطع كثيره من الخلاط الى الان ايوه ماشيه صح. ايوه اللي هي العامل التصرف السليم. ايوه ما يحتاج اقول لك كميه المرات اللي يستخدمون الناس في اديتس. صح اقرب مخرج وصوت ابراهيم خيران للحين يرن. اللي هي عامل التصرف السليم. برضو مقطع تم القبض حق عبد العزيز الشهري. ايوه هذا هم مغبشين وجهه وليه الان الناس تحسب انه مقطع حقيقي. ايوه صح. ايوه صح. ايوه بس هو كان على ترند معين لبعض المقاطع اللي تتم لبعض العمليات الامنيه. هذه شوف المقاطع هذه للآن فايرل، يدلك قديش قاعدة تسمع مع الناس. خلاط بلس مو نفس الشيء، مع انه ناجح، يعتبر ناجح في مجال مختلف. حلو كقصة، كعدد مشاهدات على منصة نتفليكس، دخل في التوب 10 عالميا يعني. أيوه. نزل خلاط يختلف. هذا زي كيم سكتش كوميدي. كيم بيل في مقاطع الى الان. في مقطع اذكره حق كيم بيل الى الان اللي هو مقطع الفوتبول جيم اللي يحدد البلاي اللي صارت، اللعبه اللي صارت يحددها، والرسومات هذه يعني فيها عرفتها؟ يعني الرسومات نفسها اللي هنا راح بعدين سوى كذا بعدين فجأة الرسمه عرفت؟ اي كيم بيل رهيبين من هذه الناحيه. كميه برضو انا اقيسها على الميمز، الجي اي افس والميمز اللي تطلع من كيبل واللي تطلع حتى من الخلاط.
في اشياء كثيره تبين لك انه لا زال العمل يسمع مع الناس. يعني اعتقد خلاط هو من ابرز المنتجات اللي طلعت من تلفاز، حتى يمكن اشوفها يمكن ابرز حتى من لا يكثر وخنبله. والله اي والله خنبله ازعل منك. خنبله فنيا الانضج من مم. كل انتاجات تلفاز، لكن خلاط كان ريليفنت. ايه خلاط كان الأكثر كان تأثير. إيه يعني المقاطع حقت يعني في اسماء كثيره ترى مم. طلعت في خلاط. ابراهيم حجاج طلع في خلاط مم. كذا مره، إيه. عبد الشهري كذا مره، اسعد عزيز طلع كذا هو مره. عبد العزيز الشهري كان نجم خلاط صراحه. مم. يعني لو نقول مثلا البيك حق عبد العزيز الشهري صح طلع في خنبل اكثر مره، بس مم. في خلاط صراحه صح. مم. كانت لا رهيبة صراحة. كان فعلا في خلاط كان يعني فتره ذهبيه بالنسبة نجم لعبد العزيز. نجم فيها مره. اتذكر حلقه خنبل حقت اللي الكلثمي لما كان يفحط عبد العزيز ايه الشهري. هذه من المعلقات بالنسبه لي هيلا يا صراحة. رمان قويه لا قويه إيه. ولما نقفل الاغاني ويفحطوا بس كان عشان في الله وكمل ايوه قدر الساعة هذا الحلقة أنا بالنسبة لي تقتلني إلى الآن. يعني ما عمري كبرت عليها إلى الآن. وفي ناس كثير على فكره لما يعني يرجعون يستذكرون خلاط ويستذكرون انتاجات الشباب في السوشيال ميديا، يعني في شويه خلينا نقول مو استياء، بس كذا شعور استياء؟ بخيبه الامل انه الشباب انتقلوا الى مرحله ناضجه فنيا اكثر. وصاروا يسوون افلام وحسوا الناس انه يعني طيب واللي كنتوا تسوونه قبل طبيعي أيوة جدا أكيد. الانتقال والترانزيشن الى منتجات فنيه انضج. طبيعي المفروض كبزنس يعني بشكل عام. فالفجوه اللي هم تركوها المفروض هذه تعبب اشخاص اخرين. إيه ما خلاص صارت يعني ما صارت ما صارت. ايه الى الان ما اشوف انه في جروب كذا أيوه. كرييتيف اعبى هذا الفراغ أيوه. الى الان. صح. طيب موضوع الانتقال لمرحله اخرى، انت الان كيف السجوي؟ انا اعطيتك سجوي محترم صح؟ ايوه عظيم. أي. من كوميديان لتجربه دراميه أيوه. هي حالات نادره. ايوه حالات نادره سايكو ثريلر، يعني رعب نفسي. مم. تجربه دراميه اولى بالنسبه لي، انا اعتبرها دراميه بحته. ما في ولا نكتة ولا إيش؟ ما في شيء يضحك فيه. ليش يا إبراهيم؟ مع ان كل مشهد ممكن تحول لمشهد كوميدي. اوكي ايوه في هذا الصوت كذا اللي هو ايوه ورا كذا عندي في راسي كذا أوكي. دائما ترى لو the tension is here let's do a punchline. ايوه يمدي بالراحه. يعني بكل بساطه تدخل علي مثلا احدى الحالات مثلا تفضلي حياك طيب قولي لي انت مجنونه؟ على طول كوميدي. لاين واحد حيفرق حيقلب الموضوع كوميدي. والدراما يعني الرعب تحديدا الرعب والكوميديا مره قريبين من بعض. مره زي سكيري موفيز يعني مثلا 500 موسم مره سهل انك تنكد في الرعب. انت قلت كين بيل جوردن بيل حول اخراج رعب صح. ايوه صح هذا مثال. وهو قالها اصلا قال الفرق بين الكوميديا والرعب على ما اعتقد الموسيقى بس شيء زي كذا. اي في تصريح من عنده مجنون من هذه الناحيه يقول في تقارب ما بين الكوميديا والرعب بشكل كبير في التايمينج والهذا. نايس. طيب وكيف تجربتك في جميله بدون ولا نكته؟ جميله و يعني فنيا الناس تحترم الاشياء ذي اكثر من الكوميديا. لا والله لا تزعلني والله للاسف. قديش كان صعب انك تسوي؟ ما هو صعب دراما ما هو صعب. الكوميديا اصعب. الكوميديا اصعب بكثير والله. اوف اللي يقدر انا مؤمن ايمان تام اللي يقدر يسوي كوميديا يقدر يسوي اي شيء صراحه. صدق يعني انا يمكن مشكلتي بالتمثيل لان انا في الدراما مره ضعيف. ايش اسمه حق بريكنج باد؟ ايوه هو كوميديان في الاساس. ايوه هو كوميديان. أيوه. يعني جاء الناس كانوا يقولوا هذا يضحك كيف تجيبوه؟ اشتهر من مالكوم ان ذا ميدل المسلسل الكوميدي. ايوه
في اسماء كثيره كوميديه بامتياز برزت في الدراما بشكل رائع. ادم ساندلر، جيم كاري. صح ايوه صح. يعني روح وشخصيات جدا مركبه وعميقه. أيوه. كيفن سبيسي لا مسرحي كان مسرحي هو. اي مسرحي. ادم ساندلر مثل في انكات جيمز مثلا. ايوه جيمس أيوه. من ارهب الاداءات الدراميه صح. بالنسبة صح اتفق. يعني نوبة هلع مدتها تقريبا ساعة ومدري كم. ساعة أيوه. أيوه. صح. فعلا يوتر فيلم يوتر. هو المفروض انه أيوه هم هو يوصلوا المفروض لك انه إيه. يوتر صح. إيه. بس اداء ادم يعني جيم كاري برضو في ترومان شو و سانشاين Eternal Sunshine of the Spotless Mind. إيه. في يعني في عدة اعمال يعني عضلات درامية مضبوطة صح. استعرضها مضبوط. انا جيم كيري صراحه اشوفه فنان متكامل بس يعني لو بطل مخدرات ها إيه. حيكون افضل. He's going through something I think. يعني أيوة. في له عمل مؤخرا ما كان ذاك الزود. كان ظهر انه مع نتفليكس كان له عمل مؤخرا ما سمى مع الناس. والله ادم لا هذا آدم. الحين نزل بهابي جيلمور 2 على نتفليكس. انا سمعت هابي جيلمور اللي هو حق الجولف. إيه. بس انا اللي يعجبني في ادم انه اوكي خاض تجربه انكت جيمز والتجارب الدراميه زي بانش درانك لاف وغيرها ويرجع للكوميديا يرجع زي نفس الميردر ميستري ما ميردر ميستري مع جينيفر انستون كان حلو مره. ادينا ريكومنديشن لواحد مستحيل تتوقع انه ما نعرفه بس احنا والمتابعين نتفرج عليه ممكن نرجع نمدحك عليه. سعودي ولا اي اسم ادينا اسم نقول تابعوا هذا الشخص واذا تابعناه حنشكرك. مو نورم ماكدونالدز لانه قلنا جديد خلينا نقول مات رايف. والله ايوه انا اختلف معك ما احب مات رايف كثير. ما تحب الكراود ورك هو يمكن يبالغ شوي في الكراود ورك بس ايوه تو ماتش. طيب اندرو شولز ما اعرف والله أيوه. لسه ولا واحد فيهم ها والله ما حد حيشكرني ما حد حيشكرني على اي ريكومنديشن. انا اسف. لا انا اندرو شولز جدا جدا. ايوه انا يعجب مين بعد شين جيلس انا اشوفه يس شين جيلس كويس. أيوه. جديد كذا وفي له تواضع حق البدايات وفي عنده مونولوج سواه في واحده من الاحتفالات حقت الفيدريشنز الرياضيه كان في احتفال حق جوائز رياضيه على ما اعتقد وهو سوى مونولوج كامل رهيب. والله ايوه اوكي ايوه يعني ما ادري اذا انت عندك شيء حاب تشاركنا فيه او انا سعيد جدا بوجودي هنا. شكرا فهد والله انك جيت صراحه مره فرصه حلوه والله. بالعكس يعني انا قاعد اشوف شغف متجدد في وجه بدر. الشيء هذا الصراحه مثلج للصدر. وكان عشان كذا يعني انا ترى على فكره بس عشان تكون انا مزعل ناس كثير عشان تجي هنا. اي عشان اجي هنا ومتاخر عليهم جوالي اصلا مو راضي يسكت يعني فبروح لهم الان خلاص وان شاء الله يسامحوني. ان شاء الله. اذا تبي تتفرج على مستحيل افوت الفرصه هذه الصراحه. بليز سامحوا فهد لانه يعني زمان ما شفناه. انا استفدنا فرصه عندنا وقت ضيق فناخذه نكسب في البودكاست في نفس الوقت نساله اسئله يكون فيها كاتشنج اب اللي هو فعليا احنا نبغى نساله كيف حالك زمان عنك. ممتاز الحمد لله صحه وعافيه و in a good place الحمد لله. وان شاء الله باين عليك اصلا الحمد لله. وعمل حالات نادره راح ينزل قريب باذن الله. انا متحمس اشوف هذا البتيري في عمل بدون ولا نكته. واتمنى شفت الفجوه اللي كنت اتكلم عنها حقت السكتش كوميدي. اتمنى يجي فريق مبدع ويسد الفجوه هذه صراحه. يس وانا يعني انا اتمنى عشان اقدر اشارك معهم برضو. اي لان الواحد وده كذا صح يطلع يعني سكتش ويجدد من نفسه يطلع في اشياء زي كذا. صحيح اوكي يعني يعطيك العافيه فهد ومبسوطين جدا. هو اسم البودكاست ايه شنو الكوميديا صح؟ مو كذا بس اوكي لسه ما اخترنا اسم لا تضغطنا اوكي لا تضغطنا. بس حلو الثيم سونج قاعد شنو يعني بس شنو يعني
وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا جزيلا لكل المتابعين. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. مع السلامة. مسك الجوال